بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد رئيس جمعية المدينة للتنمية والثقافة، ضيوف مهرجان طنجة الدولي للشعر، ضيوف مدينة طنجة، السيدات والسادة، سعيد بحضوري للحفل الافتتاحي لهذا المهرجان الذي أتت فضاءات المدينة لأيام طويلة، مواصلا التأكيد على أن طنجة كانت وستظل مدينة الحرف والجمال والفن. ندوات وأمسيات شهرية ومسابقات وأنشطة كثيرة حركت وتحرك الكثير من مياه الإبداع التي كانت قد ركدت، خصوصا أيام الجائحة التي نسأل الله أن لا يعيدها. ولم تكن جماعة طنجة بما تعهدت به في رؤيتها الثقافية للمدينة أن تتخلف عن هذا الحدث وأن توليه ظهرها، وهو ما سيكون دأبها دائما مع كل الأنشطة الجادة التي تقدم لهذه المدينة قيمة مضافة. لذا كان لزاما وواجبا علينا أن ندعمه فعلا لا قولا، حقيقة لا مجازا، وقد كان. وها نحن نغتنم الفرصة لنؤكد أن رؤيتنا تعتمد على استحضار ما تزخر به مدينة طنجة من تاريخ وإرث في هذا الصدد، مدعومة بما لها من صيت معاصر تحقق من خلال فنانيها وكتابها وبنيتها التحتية. سنعمل على دعم كل ما من شأنه تحريك هذه العجلة، بحيث تمس مختلف الجوانب بالتعاون من قطاعات أخرى أيضا، بحيث تصبح الأهداف متبادلة. فالثقافة ليس مجالا منفردا عن السياسة، لهذا نشتغل كثيرا على هذا الجانب، ونعمل على تعزيز صلتنا بمختلف المؤسسات الإقليمية والدولية، بحيث تكون طنجة جزءا أو قطبا في هذه الأنشطة. كما أن الثقافة والسياحة يلتقيان على أكثر من صعيد، لهذا فإن تعزيز السياحة الثقافية هو جزء من رؤيتنا عن طريق ملتقيات دولية تشارك المدينة بها أو تستقبلها، إضافة إلى تعزيز حركة النشر والترجمة التي تخص المدينة. ومن أجل تحقيق هذه الرؤية قمنا بتصدير 3 أهداف واضحة، وهي: أولا، العمل على جعل طنجة عاصمة للثقافة المتوسطية. ثانيا، حصول طنجة على عضوية المدن المبدعة. ثالثا، ضم طنجة إلى شبكة طريق الحرير الدولية الثقافية استلهاما من رحلة ابن المدينة ابن بطوطة. أجدد سعادتي بحضور لهذا الحفل الإبداعي، متمنيا للمنظمين مزيدا من الاستمرارية وللحضور أمسية طيبة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لأجل الشعر أبحرنا وسرنا.